السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن شاء الله يومنا النهاردة جميل وحلو ولذيذ، وإن شاء الله ميزانية الأسبوع معانا ديت بإذن الله. حبيت إن أنا أعمل كذا فكر فيها إن شاء الله، وهعرفكم إن شاء الله أنا بمشي إزاي الأسبوع بتاعي عامة. اللهم لك الحمد، ربنا يديم عليا نعمة. هنا كنت بوريكم الاسبونج دوت، بحب اجيبه يعني عامه ب 15 جنيه 3 وحدات مع بعض، بس حلوين بصراحه وجمال في الغسيل. هنا كنت جبت الطماطم دي، الحمد لله الطماطم غليت على الاخر، جايباها مستويه ب 10 جنيه. وهنا جبت التوم المتفصص دوت، الكيلو كان ب50، جبت نص كيلو ب25 جنيه. وجبت الجبنه الرودس دوت علشان خاطر هنعمل افكار ان شاء الله، هو والجبنه القريش باذن الله هتعجبكم، واقتصاديه وجميله جدا، هتبهركم باذن الله ان شاء الله يعني. طبعا لو وصلت معايا لغايه هنا في الفيديو باذن الله، انا طبعا بشكر كل متابعيني اللزاز الجمال على قلبي، بجد ربنا يفرح قلوبكم ويجبر بقلبكم باذن الله، زي ما بتجبروا بقلبي وبتفرحوني، ويرزقكم من حيث لا تحتسب. لاني بجد 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 انا مبسوطه وفرحانه جدا بسبب الازدياد اللي متزايد دلوقتي في القناه بتاعتي، الحمد لله. اللهم لك الحمد، وربنا يجعلكم دايما في زياده. هنا دخلنا على فقره المواعين عامه، فانا حابه ان انا وانا بعمل معاكم فقره المواعين هقول لكم بقى على افكار حلوه انا بستعملها في ميزانيتي بتاعه الاسبوع، والحمد لله الحمد لله بتبقى جميله وحلوه، اللهم لك الحمد. هنا انا لما جبت حاجه الاسبوع بتاعي، فانا حبيت ان انا اصنف انا الاسبوع بتاعي هطبخ فيه كام طبخه، او ان انا هطبخ ايه، وبحاول ان انا اقتصد في الطبخات بتاعتي. يعني اقول مثلا جبت مثلا حاجات كشري، فانا قلت خلاص انا هعمل حاجات الكشري بتاعتي تقعد معايا ليلتين. وانا دايما بحب لما اجي اعمل كشري بعمل فعلا الكشري يقضي معايا ليلتين، علشان خاطر يوفر معايا تكلفه ميزانيه، وفي نفس الوقت يجازي معايا في الايام عامه. تاني حاجه انا جبت الجبنه القريش، هنا جبت كيلو. الكيلو انا جبته اللي هو الكسر دوت ب60 جنيه. ما بحبش اجيب اللي هو السليم، لو ربنا ميسر معايا ان انا اجيب السليم عادي بجيبه، بس هو بس الفرق ان دوت بيبقى متفرط وكده، وبيبقى نفس الجبنه، فايه المشكله؟ فانا جبت اللي هو الفرط دوت او المتكسر دوت، الكيلو ب60 جنيه. هطلع منه كذا وجبه حلوه باذن الله ان شاء الله جبن هتعجبكم واقتصاديه، وهتقعد معايا الفتره اللي جايه عامه، ان انا اقدر ايه اعمل بيها مثلا جبنه بالقوطه مع بصل معاها فلفل، بكتر الكميه، وفي نفس الوقت بتبقى وجبه حلوه، ودخلت معاها خضار تقوي المناعه والحاجات دي وكده. دي فكره تانية. بعمل برضو انا جبت الرنجه، والرنجة دي كان نفسي فيها بقالي فترة، بس بصراحة كنت مش عايزة اجيبها الفترات اللي فاتت، لان الميزانية بتبقى ايه مش عايزة اعدي الميزانية بتاعتي، وعايزة اظبط الدنيا وكده. فانا خلاص قلت خلاص انا الميزانية بتاعتي في الاسبوع دوت، انا طالما هجيب رنجة يبقى مش هجيب لحوم، وهمشيها كده ان شاء الله، والدنيا تبقى ماشية تمام. وفعلا انا جبت الرنجة، وبرضك قلت علشان خاطر انا مش هقدر ازود عن الكيلو، وعايزاها انها تقضي وتبقى حاجة اقتصادية، فبرضك انا هدخل معاها طماطم وبصل وحاجات زي كده، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله برضو. وان شاء الله باذن الله هتبهركم باذن الله، اتمنى من الله انها تعجبكم ان شاء الله باذن الله يعني. ايه كمان؟ اللهم صل على حضرة النبي. الجبنه الرودس برضو كان لما جبتها قلت لكم فانا هعمل بيها برضو خلطه كده حلوه، او طريقه حلوه مع الجبنه القريش، تعمل لنا ميكس كده حلو، ويبقى ايه برضو ما حرمناش نفسنا ان احنا من الاكلات اللي احنا بنعملها. فهي الفكره في انك انت تحاولي توظفي قبل ما تروحي السوق بتاعك، انت حاولي اكتبي كده في ورقه وقلم انت ناويه تجيبي ايه طول الاسبوع، او هتطبخي ايه. لما انت تكتبي او تجدولي الاسبوع بتاعك بيفرق معاكي كتير. انت بتبقي ماشيه على نظام معين، ان انت مش هتقدري تخرجي من بره الورقه اللي انت كاتباها ديت خلال الاسبوع اللي انت ايه ناويه فيه تعملي في ميزانيتك. طبعا انا ما كانش عندي توم، فحبيت ان انا اجيب توم في الوقت اللي انا فيه مش هيبقى فيه متطلبات كتير من السوق. فان شاء الله التوم هيقعد معايا فتره طويله حلوه، لاني مش هروح اقعد كل اسبوع اجيب توم، لا هو التوم دوت هيقعد معايا فتره ان شاء الله، ربنا هيجعل فيه البركه ان شاء الله، وتقعد معايا فتره جميله. انا كنت جايبه بصل قبليها، بصل كان ب5 جنيه، اللهم لك الحمد، جبت كميه حلوه. فانا هنا
بنحاول نوظف افكارنا، او بنوظف الميزانيه بتاعتنا حسب معيشتنا احنا. فاهمين الفكره في ايه؟ فانت قبل ما تروحي السوق زي ما انا قلت كده، هاتي ورقه وقلم واكتبي. طب انت كتبتي وما نفعتش، شوفي حاولي شخبطي على حاجه معينه مش هتنفع الاسبوع ده، خليها الاسبوع اللي بعده. حاولي انك انت ايه يعني تشوفي انك انت وانت بتكتبي كده وتظبطي وتكتبي الاسعار بتاعتك اذا كانت هتنفع معاكي ولا لا. طبعا احنا الطماطم دلوقتي معانا غليت الحمد لله، اللهم لك الحمد. فاحنا هنا بنقعد نفكر برضك احنا الاكله اللي احنا هنعملها هتكلف معايا طماطم. طب الطماطم دي انا برضو محتاجه ان انا طماطم عشان خاطر اعمل الكشري، طماطم عشان خاطر لو انا هدخل الطماطم في قلب الوجبات اللي انا هعملها والكلام دوت وكده. فانا الميزانيه بتاعتي بحاول اظبطها مع معرفه الاسعار. اللي انت بتجيبيه الحمد لله الكهرباء بتلعب يا جماعه عشان هتقطع الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. فطبعا لو وصلتوا معايا لغايه هنا في الفيديو فادعوا لي اولا، ثم يا ريت يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا لو كنت متابعه جديد تشتركي في قناتي علشان ده هيزودني شرف وهتفرحيني وهتدخلي على قلبي السرور باذن الله. هنا بقى النعناع كنت بغسله دلوقتي زي ما انتم شايفين، وكنت بصفيه كويس، وبعد كده بفرده في صينيه وبسيبه ينشف مع نفسه، وبيقعد معايا برده في مده طويله حلوه. حبيتي بقى تعملي عصير فريش بالليمون بالنعناع وهو كده فريش براحتك. عامه اسمك برضك ايه، انا بصراحه كنت عايزه اعمل بس والله الكهرباء قطعت في الوقت دوت وانا بعمل، فما خليتنيش اعمل عصير. يعني انا فعلا كنت ناويه اعمل نعناع مع ليمونه كده حلوه كده والدنيا تتظبط وكده والحمد لله يعني. الله اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. هوقف معاكم معلش لغايه بس ما الاذان يخلص وبعد كده نكمل مع بعضنا باذن الله. ورجعت الحمد لله تاني معاكم اهوت باذن الله. فانا هنا بقى ايه يعني بحاول زي ما انا بقول لكم كده بنحاول بنوظف الاسبوع بتاعنا احنا هنمشيه ازاي. هنا طبعا كنت انا عامله معاكم مخلل البصل من فتره عامه والحمد لله خلص اللهم لك الحمد، فحبيت ان انا ادخل مخلل تاني. فانا هنا جبت الكيلو الليمون كان ب 15 جنيه. الفلفل دوت لما لقيته هو اللي شجعني والله يا بنات ان انا اعمل مخلل. لما لقيت الفلفل دوت قدامي بلدي وحلو وصغير قلت ده مش هينفع الا ان انا ايه اخلله. وفعلا بالفعل جبت ساعتها النص كيلو ب5 جنيه. يعني برضك هنرجع نقول ان باذن الله برطمان مخلل زي كده هيكلفك 20 جنيه. انت عندك الملح بتاعك، عندك الخل، وعندك كل حاجة انت هتستعمليها. وفعلا بالفعل انا والله ما اشتريت حاجة تانية للتخليل ده من بره اللي هو الليمون والمخلل دوت. لكن كان عندي شوية حبة بركة، كان عندي جزر مبشور في الفريزر، كان عندي اللهم لك الحمد الملح، كان عندي الخل. فايه الفكرة ان انا ما اعملش حاجة زي كده؟ لا اعمل اوظف زي ما انا بقول نوظف. فكرة المخلل دي فعلا انا ما كنتش كاتباها في الورقة معايا بالنسبة لميزانية الاسبوع بتاعي، ما كنتش كاتبة فيها ان انا هعمل فيها مخلل. قلت انا خلاص مخلل البصل لسه خلصان عندي، اصبر كده اسبوع ولا اسبوعين وابدا اعمل مخلل تاني. بس الحمد لله جت وانا موجوده في السوق عادي، ما طالما هي تكلفتها مش هتاثر معايا في حاجه خلاص تمام، الدنيا هتبقى تمام والدنيا تبقى حلوه. ف20 جنيه مش حاجه، اللهم لك الحمد، ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. فهنا ان شاء الله الافكار بتاع الاسبوع ديت هتعجبكم باذن الله. فانا هنا زي ما انا قلت لكم اول فكره ان انت هتعملي كشري خلال الاسبوع دوت هيقعد معاكي ليلتين. جبت برضك البتنجان، نسيت اقول لكم برضو جبت البتنجان والبطاطس، قلت هعمل باذن الله مسقعه. والمسقعه بقى المره دي اللي انا هعملها لكم مختلفه جدا 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 عن اي مسقعه تانية، وباذن الله هتنبهروا منها وهتعجبكم ان شاء الله. وهقول لكم برضو هديها تقييم من كام في الطريقه الجديده اللي انا هعملها ديت وحلوه ولا وحشه، وهقولها لكم بصدق والله لاني بجد انا بحاول مش بحاول الحمد لله اللهم لك الحمد. انا حابه ان انتوا تبقوا متابعيني واخواتي يكون في ثقه متبادل باذن الله، تثقوا في الكلام اللي انا بقوله، وده اللي انا بحاول ان انا ازرعها معاكم باذن الله. لان لما يبقى في ثقه ان شاء الله انتوا هتحبوني من عن طريق الثقه. فباذن الله ربنا يجعلنا دايما يا رب اللهم لك الحمد صادقين في كلامنا وما بنكذبش ابدا الحمد لله. انا هنا عندي البتنجان بتاعي، الفلفل اللي هو دوت بقى كان تخين كده فانا جبته اللهم صل على حضرة النبي للمسقعه بتاعتي. هنا الفلفل كان ب5 جنيه برضو، كان ب10 جنيه، جبت نص كيلو برضو ب5 جنيه.
تمام. كان ب8 جنيه الفلفل دوت، وجيت لما قلت هاخد نص كيلو فقال لي هيبقى ب5 جنيه. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، قلت ما يجراش اي حاجه. وجبت البطاطس بتاعي الكيلو ب25 جنيه، والبتنجان كان ب12 جنيه. تمام. هنا بقى الفكره اللي انا عايزه اقولها ايه، انت مش معقول جيتي هنا في الاسبوع هتعملي الكشري تقعد معاكي ليلتين، وهتروحي تعملي المسقعه هتقعد معاكي برضك ليلتين، وهتعمليهم الاتنين ورا بعض. لا، يبقى في ذكاء هنا بقى، بحيث ان هنا العيال عندك ما تملش من الاكل. انك انت هتعملي ده في اول الاسبوع، يبقى دوت مثلا في اخر الاسبوع او في اسبوع، يعني هيبقى متطرف. يعني مثلا نقول ايه، مثلا لو انا عملت الكشري في اول الاسبوع، لو ده ممكن يتعمل الجمعه ويقعد معاكي السبت في الاسبوع الجديد، ما يجراش اي حاجه. فاهمين الفكره في ايه؟ فانا هنا ان شاء الله الطريقه بقى اللي انا هعملها معاكم ديت هتعجبكم ان شاء الله، وهتنبهروا منها ان شاء الله باذن الله. انتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا بقطع البتنجان بتاعي تقطيع تخين. تمام. علشان خاطر احنا تسويتنا هتبقى مختلفة، فانا بقطعها تقطيع تخين. اما البطاطس بتاعتي هقطعها رفيع، والفلفل زي ما انتوا شايفينه برضو قطعته تقطيع برضو حلو الحمد لله يعني. هنا بقى الفكرة اللي انا ناوية اعملها في المسقعة بتاعتي، ان انا هنا مش هستخدم زيت كتير. احنا طبعا عارفين لما بنيجي نعمل مسقعة يبقى الحمد لله ايه، ازازة الزيت راحت في خبر كان. فاحنا هنا عايزين نوفر، احنا بنحاول نقتصد، فمش معقول هنعمل مسقعة وعندنا موضوع البتنجان بيشرب معانا الزيت والكلام ده وكده. فكرة البتنجان يا جماعة علشان خاطر ما تشربش معاك الزيت، لما تيجي تقلي البتنجان حطي معلقه نشا في الزيت نفسها وانتي بتقلي البتنجان، وان شاء الله باذن الله مش هتشرب معاكي زيت. بس انا برضك مش عايزه اعملها بزيت وكده، وانا عايزه اجرب. بمعنى اصح يا بنات، انا عايزه اجربها واشوفها فعلا التجربه دي كويسه ولا لا، لان انا شفتها في فيديو وحبيت ان انا اشاركها معاكم فيها، وهشوف هي فعلا تستاهل ولا لا. بس ما اكدبش عليكم والله يا بنات، وانا كنت بعملها كنت خايفه جدا ان تختلف في الطعم، وان العيال وجوزي يغضبوا عليا في اليوم دوت. فالحمد لله اللهم لك الحمد، اليوم عدى الحمد لله، وما عرفوش انا كنت عملت ازاي المسقعه اصلا، لان فعلا الطعم ما اختلفش نهائي. هنا بقى بقطع زي ما انتم شايفين البطاطس، و الحمد لله قطعت البتنجان وقطعت الفلفل. هنا بقى الفكره بتاعتنا في ايه، عارفين الاكياس الحراري اللي احنا بنجيبها للفراخ الشوي والكلام دوت وكده، اللي هي فضلت قاعده فتره ترند كده ولغايه دلوقتي هي مستمره بصراحه وكده، هو دوت الكيس دوت. انا ايه، في منها مقاسين، مقاس 3 لارج و5 ميديوم. تمام. الميديوم فيها 5 اكياس، ولا معلش هو 5 وكان كاتب ميديوم يعني فيها 5 اكياس، و3 ولارج يعني عايز اقولك من اللارج فيها 3، فانا هاخد من اللارج واحده. ماشي. البتاع ديت ب20 جنيه او حسب المنطقه يعني. في بصوا مره انا جبتها من مكان ب15، وفي مكان تاني لقيته بيبيعها ب17. هنقول المهم يعني قولي ب20 جنيه، هتاخدي منها كيس وتحطي الخلطه بتاعتك الجميله ديت، وتحطي معاها كده ايه كام فص توم كده مدقوق عليها كده بملح بفلفل بكمون بشطه، وما تكتريش. تمام. وهنحط، بصوا زي ما انتوا شايفين الكوبايه دي صغيره يا بنات، والله الكوبايه ديت صغيره، ولا حطينا نصها يعني هنقول ربع كوبايه زيت من الكوبايات الكبيره، وهربطها معاكم وهندخلها الفرن، وهنشوف النتيجه بعد كده عامله ازاي. هنا طبعا دخلتها الفرن بتاع بالظبط فرن كان على فرن عالي، بتاع بالظبط ساعه الا ربع، ساعه الا ربع في الفرن. وكنت انا مولعه على ميه سخنه عشان خاطر احط في الارضيه ميه سخنه. بس عارفين يا بنات، انا قلت ميه السخنه دي ما كانش لها لازمه، بس رجعت قلت لا كان ليها لازمه. ليه بقى؟ انا لما حطيت كميه كبيره ماشي، وبعدين دخلتها. انا بقول هنا ملهاش لازمه في ايه، هي ساعدت ان البتنجان عندي استوى وكل حاجه، بس ما خدش معايا الوش او اللون اللي انا كنت عايزاه. وطبعا انا لو كنت حطيته ازيد من كده فكان هيكلف معايا تكلفة عالية في الزيت. تعالوا بصوا ما نخش دلوقتي على الليمون، لان بجد الليمون اللي انا الطريقة اللي انا بعملها بتبقى تحفة جدا جدا. بصوا يا بنات، انا ببقى مولعة على مية بتغلي وبنزل عليها بالليمون، بعد من 1 ل30، بعد وانا واقفة كده 1 2
3 لغايه 30، او قولي يا ستي لو هتحطيه بتاع 3-4 دقايق. تمام. وبعدين تروحي رافعاه من الميه وتحطيها في ميه ساقعه، مش ساقعه من التلاجة او كده، لا، ميه فتره عادي من الحنفيه. وببدا بعد كده تبرد، ابدا بقى اقطعها 4 وابدا ان انا ايه، اخللها بقى واحشيها الخلطه بتاعتي. فانا هنا الطريقه دي ليه بعملها؟ بتسارع معايا تسويه المخلل، ان انا اقدر اكله خلال اسبوع، ما زودش عن كده. فاهمين الفكره في ايه؟ لان احنا يعني مش هسيبه عندي. يعني هقولك، لما انا ببقى حابه ان هو يقعد معايا وقت طويل، لو انا هعمله مثلا لرمضان، يبقى انا مش هعمله في ميه مغليه. من دلوقتي تقدري تعمليها رمضان، تقدري، بس احنا دلوقتي بنقول ان الليمون غالي، فبنصبر على لما الليمون يرخص شويه ونبدا نخلي لرمضان. وان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض شويه تخليل باذن الله هتعجبكم ان شاء الله، وباذن الله هتدعوا لي ان شاء الله عليها. فانا هنا هو زي ما انتم شايفين السكينه بتاعتك تكون حاميه وجميله، وتبداي تقطعي الاربع من الليمون انا هقطع منها بتاع 5-6 وحدات في الاخر انصاص، علشان خاطر هو اللي انا هعصرهم. يعني انا هعصر الليمون منه فيه، علشان خاطر انا مش مزوده في الليمون، وفي نفس الوقت انا عامله برطمان صغير. والفلفل الحمد لله كنت غسلاه وسايباه في مكان لوحده. واللهم صل على حضرة النبي، كنت انا هنا ايه الطماطم بتاع المسقعه كنتش لسه ضربتها، فانا كنت عايزه الحق اضربها قبل ما الكهرباء تقطع. وفي نفس الوقت قلت ايه، طب خلاص ان شاء الله ايه هنجز على طول الليمون، وان شاء الله هضرب بعديه. هنا بقى انا حطيت ملح بتاعي بتاع 4 معالق. والله ما فاكره يا بنات انا حطيت قد ايه، قولي من 3-4 معالق عامه. وبحط برشه معلقه صغيره كده حبه البركه، والفلفل الاحمر دي الهريسه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الحلقات اللي قبل كده. والجزر كان مبشور للاسف ما طلعتوش من بدري، فانا هبشره بالمبشره بتاعتي عشان خاطر ما كنتش مطلعاه من بدري، يعني هو كان اصلا مبشور جاهز، فالحمد لله يعني. يبقى انا حطيت في الخلطه بتاعتي اللي انا هحشي بيها الليمون بتاعتي الفلفل، هريسه الفلفل اللي انا عاملاه، وحبه البركه والملح والجزر. انا بعصر الليمون اللي انا كنت مقطعه معاه، والقشر بتاع الليمون انا مش برميه، انا بحطه معاه برضو بيتخلل وبيتاكل والله يا بنات قبل السليب. اللهم لك الحمد، بيبقى جميل وتحفه. هنا بقى ايه، انا مش عايزه برضو اهدر، انا حطيت هنا بقى خل، علشان خاطر قلنا الخل هنا بيساعد لي ان بيحافظ لي على ايه ماده حافظه بتاعتي. هنا بقى انا ما حبيتش ان انا بقى إيه ان انا بهدل الدنيا ويبقى اطباق كتير وحاجات كتير. وبصراحه يا بنات انا كنت رحت السوق ووقفت في اليوم انجزت حاجات كتير، يعني الحمد لله والله اللهم لك الحمد. فانا هنا زي ما انتم شايفين كده بحط الخلطه ما بين ال4 من الليمون اللي انا عاملاه، وبعد كده بحط كميه الفلفل. حسيت ان الفلفل هيبقى كتير على البرطمان، فقلت خلاص انا هستكفى مش هحط فلفل تاني. وبدات ابشر، لاني حسيت ان هو عايز كده زي ما انا بعمله دايما والله بيبقى تحفه وجميل، بيبقى مليان كده بشر جزر حلو. والحمد لله هقلبه تقريبا وابدا احطه في البرطمان بتاعي. بصوا بقى هنا يا بنات بدات ان انا احطه. هنا بقى الافضل ليكي ان انت ترصي الليمون، ماشي، صافي ليمون بعد كده فلفل، صافي ليمون وبعد كده فلفل، صافي ليمون وبعد كده فلفل. والله انا كنت بعمل كده وكان بياخد الكميه كلها، بس انا هنا علشان خاطر حطيت على طول وما رصيتش الرصه بتاعتي، فشوفوا ما اخدش، بقيت احاول اتفس فيه علشان خاطر ادخلها. وبعد كده هنزل بقى بالخلطه بتاعتي الجميله اللي انتوا شايفينها ديت في الطبق في قلب اللهم لك الحمد في قلب البرطمان. هنا بقى بصوا يا بنات، لو انت هتعملي الخلطه ديت او المخلل لازم تكوني حاطه طبق تحتيه، علشان خاطر الميه بتاعه المخلل بيفور وبيدلدق، فعلشان خاطر ما يدلدقش في مكان لو انت حاطاه. انا بحطه على الحوض علشان خاطر لما يدلدق براحته على الحوض، وكده كده الحوض بيتغسل كل شويه، ومنه ان هو ينور لي الحوض كده يخليه حلو بصراحه، يعني انا حاطه في دماغي عشان كده. هنا بقى بدات احط الميه وهي لسه محتاجه ميه، فبدات ان انا اجيب بقى الميه اللي انا بحط من الميه المغليه اللي انا كنت حاطه فيها الليمون، هي ميه مغليه حلوه ماشي، وانا غسله الليمون بتاعي. دي بتبقى بقى
دي بتبقى ميه متعقمه واخده من قشر الليمون، فبيديني طعم ونكهه اصلا تحفه 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 تحفه. ما تخافيش مش هيمرر ولا الكلام دوت خالص. يعني الميه اللي انا غليت فيها الليمون ببدأ هو بقى اللي بسقسق بيه البرطمان بتاعي. هنا كنت بحاول ايه ادكك كده واحط. تمام. هنا بقى بدأت ان انا هو زي ما انتوا شايفين ارج البرطمان حلو رجه حلوه، وبعد كده اقلبه على وشه زي ما انتوا شايفين. طب لو انت مش هتحطيه عندك في الحوض لازم تحطي تحتيه طبق، وانا ان شاء الله برضك هحط طبق دلوقتي واوريك ان انا حطيت طبق عشان اعرفك يعني الفكره ايه. اهو زي ما انتوا شايفين. هنا كان عندي بقى احلى برطمان مخلل ب20 جنيه. المخلل ده اقتصادي ولا مش اقتصادي؟ بالله عليك يا شيخه لو انت هتجيبي البرطمان ده من بره هتجيبيه بكام وهيطلع بالحلاوه والجمال اللي انت شايفاه دوت؟ هنا بقى كنت طلعته علشان خاطر اقلبه. بص بسم الله ما شاء الله استوى فعلا جميل، بس كان خوفي هنا الطعم والله يا بنات انه يختلف. النور الحمد لله فعلا كان قطع، والحمد لله الحمد لله يعني كان جه الحمد لله. بص هنا بوريكوا اهوت ما تقلقيش يعني عامه اهوت. الميه بقى بتاعتي كانت نشفت من الصينيه خلاص، فقلت طب الحمد لله هيبدا بقى ان هو ايه يديني وش. طبعا خد في بعض منه خد وش وبعض لا، البطاطس اللي ما خدتش وش قد كده. تمام بس استوت. وهنا كنت انا عملت التغذيه بتاعتي بتاعت المسقعه بالثوم زي ما احنا عارفين، ونطش عليها بالخل، وبعد كده ايه بننزل عليها بالطماطم ونسيبها انها ايه تخلل مع نفسها. كان البطاطس زي ما انتم شايفين كده مستويه، وكان كل حاجه مستويه وكده. كنت بوريكم دوت اللون بتاعها يعني. وكان ما شاء الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، والله كانت جميله يا بنات. طعمها ما اختلفش ولا اي حاجه عن اللي احنا بنقليها وبنعملها وكده. جربوها ومش هتندموا. ولو قلنا تكلفه الكيس دوت مثلا بتاع 5 جنيه اللي انا عملت فيه، بس مش هتبقى قد كوبايه الزيت ولا طاسه الزرب. فاهمين الفكره في ايه؟ فهتدعوا لي ان شاء الله اعملوها وهتعجبكم ان شاء الله. وزي ما انا قلت لكم انا بحاول اجرب الحاجات اللي هي الترند يعني اللي انا بشوفها، وبقول لكم عليها اذا كانت حلوه ولا لا، وفعلا تستاهل ان احنا نجربها ولا لا. بس والحمد لله. هنا بقى كنت بدأت الحمد لله بقى اغرف الطبق بتاع المسقعه بتاعي الجميل دوت. كان ما شاء الله اللهم لك الحمد حلو يعني اللهم لك الحمد. وكان كده اكلنا الحمد لله، والفيديو بتاعنا الحمد لله خلص اللهم لك الحمد. لو وصلتي معايا لغايه هنا بالله عليكي بالله عليكي تشتركي في القناه وتدعميني وتحطي لي لايك. والسلام عليكم ورحمه